صباح الخير او مساء الخير على حسب ما هتسمعوا الفيديو. اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست المراية. بقالي كتير قوي ما اتكلمتش معاكم وبصراحة وحشتوني، فجيت النهاردة عشان نتكلم شوية ونعمل حلقة جديدة ويا رب تعجبكم. مستعدين؟ يلا بينا. زمان لما كان حد بيحاول يعمل لي مكيدة او يحاول يضرني كنت ببقى قاعدة قلقانة واقول يا ربي هتصرف ازاي، طب ده عايز يأذيني، طب يا ربي هعمل ايه، وافضل قاعدة قلقانة. الصراحة بعد كام موقف عرفت ان اللي بيعمل حاجة بتلف تلف وترجع له. يعني لو حد عايز يأذيك او عمال يشتغل عليك ان هو يوقعك، سبحان الله، تمر الايام ويمر المواقف وهو اللي يقع في نفس الحفرة اللي كان عاملها ليك. وفعلا يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فما بقيتش اقلق من اي حد وبسيب كل اللي عايز يعمل اي حاجة يعملها، اصل كلها هترجع له تاني. لا، والغريبة امبارح ان انا كنت قريت قصة اكدت لي كلامي ده بالظبط، واكيد ممكن يكون انتوا سمعتوها قبل كده، بس بصراحة اكدت لي فعلا ان اللي بيعمل حاجة او اللي بيحفر حفرة لحد هو اللي بيقع فيها. والقصة دي بجد عجبتني جدا لدرجة ان انا كل شوية اقراها واقعد اقول يا ربي فعلا ده بيحصل فعلا في الحقيقة، ودي مش مجرد حكاية ولا قصة. ومن كتر ما هي عجبتني قلت لازم اقولها معاكم مرة في حلقة من حلقات البودكاست، فقلت اقولها النهاردة بما انها ماشية مع موضوع الحلقة. وانا حاسة ان هي تعجبكم قوي، وخاصة النهاية بتاعتها كانت مفاجأة بالنسبة لي. ويلا عشان ما اطولش عليكم، كان في واحد كان بيضرب مراته بالعصاية، ضربها كذا مرة، ولكن للأسف الست ماتت فجأة. هو ما كانش عايز يموتها، كان عايز بس يأدبها، بس اللي حصل إن هي ماتت، وخاف جدا من أهلها ومن رد فعلهم لما يعرفوا إن هو قتلها، وخاصة إن أهلها كانوا ناس جامدين قوي. فخرج من بيته وراح عند واحد كان معروف عنه الدهاء والمكر، وحكاله الحكاية وقال له بص، حل الموضوع ده عندي. قال له يا ريت، قولي بسرعة الحل ايه وانا هدفع لك كل اللي انت عايزه. قال له انت تدور على شاب يكون شكله جميل قوي وتتصاحب عليه وتعزمه عندك في البيت على عزومة كبيرة جدا، وبعدين تقتله وتقطع راسه وتاخد راسه وتحطها جنب مراتك وتقول لأهلها ان انت ظبطت مراتك بتخونك مع الولد ده فما استحملتش ورحت قتلهم. وفعلا عجبته الفكرة جدا، وفضل قاعد ويدور على اي شاب شكله جميل عشان يتصاحب عليه ويكلمه ويعزمه. وفعلا لقى الشاب اللي كان عايزه بالظبط ودخله البيت وقطع راسه. ولما جم اهل مراته واول ما شافوا الاتنين جنب بعض والقصة اللي حكاها لهم قالوا له خلاص ادفنهم بسرعة يلا. فرح جدا ان الحيلة اللي عملها نجحت وعرف يداري على جريمته. تفتكروا ان القصة وقفت لحد هنا وان هي دي هتكون النهاية؟ لكن المفاجأة ان اللي قاله اصلا على الحيلة كان ليه ولد وما كانش رجع للبيت لحد دلوقتي، فجري بسرعة على بيت الراجل وقال له وريني الراجل اللي انت قتلته. وفعلا للأسف لقى ابنه، وفضل يصرخ في الشارع ويقول انا اللي قتلت ابني، انا اللي قتلت ابني. وفعلا ده بيأكد الكلام اللي احنا لسه بنقوله، ان من حفر حفرة لأخيه وقع فيه. فما تخافش من مكر اي حد، وسيب ربنا هو اللي هيجيب لك حقك إن آجلا أو عاجلا. واشوفكم في حلقة تانية من بودكاست المراية. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وتقولوا لي حاجة حلوة كده في الكومنتات. واشوفكم بقى في حلقة جديدة من بودكاست المراية. باي باي. شايفاك يا اللي سمعت الحلقة وما دوستش لايك، بالذمة ده كلام؟